بص يا سيدي، احنا فاعلين خير وجايين نقنع اي حد قدامك ان تاتش الموبايل بتاعك باظ. السلام عليكم، انا ايمان محمد. تعال اقول لك تعمل ده ازاي. كل اللي عليك هتنزل البرنامج اللي هقول لك طريقه تحميله في اخر الفيديو عشان تكمل معايا. تاني حاجه بعد ما تنزل البرنامج ده وتديله كل الاذونات اللازمه، تابع معايا طريقه الشرح. اول حاجه هتلاقي في حاجه موجوده عندك تحت كده اسمها النماذج، ادخل عليها وابدا ابحث عن الكلمه اللي هقول لك عليها دي، نو سوايب، او بالظبط كده زي ما هي مكتوبه. بعد ما تلاقي النموذج ده اضغط على علامه زائد، وبالتالي النموذج ده هيبقى متضاف عندك. بس كده. دلوقتي لو رجعت للشاشه الرئيسيه بتاعتك ونزلت قائمه الاشعارات ورجعت اخر حاجه كده، هتلاقي في ايقونه جديده اتضافت جوه قائمه الاشعارات. لو فعلتها ورجعت للشاشه الرئيسيه وحاولت تلعب بالتاتش او تعمل اي حاجه بالموبايل، تاتش الموبايل مش هيشتغل معاك اطلاقا، الا اذا، عشان اقول لك ان ليها حل، الا اذا قفلت شاشه الموبايل وشغلتها تاني بمنتهى السهوله. تقدر تدخل باسورد وجهازك يفتح تاني بمنتهى السهوله. لو عجبك الفيديو وعاوز نوعيه فيديوهات شبه دي، اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول.